الهلال السوداني بيخسر 1-0 من النجم الساحلي. وبقول لمدرب الهلال السوداني حرام عليك، انت سبب الخسارة النهاردة. يا راجل، عندك واحد زي الغربال متألق وعنده حماس وعايز يعمل حاجة، وتروح تطلعه في نهاية الماتش. يعني هو وياسر مزمل مع عيسى بوفانا النهارده بسم الله ما شاء الله وتألق سيدي البلد النهارده، واللعيبه عندها ستايل كده وعندهم حماس عايزين يعملوا حاجه وبيلعبوا في اجواء. اديك انت شايف ارضيه الملعب ناطره وميه واجواء اوروبيه وبره ارضهم، وتروح تسحب اهم لعيبه عندك اللي هي عامله لك خطوره على النجم الساحلي في اخر الماتش، اللي هم كانوا مخليين لك الماتش رايح سكه ضربه جزاء. فاول في حته خطر، الغربال يخطف لك هدف، تعمل تغييرات النهارده مش موفقه خالص، ملهاش اي معنى. تركب النجم الساحلي الماتش ويجي بقى الحظ. الواد حاطط كوره بوش رجله، لابسه في وش رجله، واخده سرعه صاروخ، صاروخ ارض جو. عيسى ابو فانا نجم الماتش النهارده ما يقدرش يعمل لها حاجه. الراجل متألق النهارده عيسى ابو فانا، وشايل اكتر من هدف في الشوط الاول، صدد انفراد. ولكن خلاص لعيبه النجم الساحلي استسلمت للتعادل ورضوا بالامر الواقع ان السنه دي مش بتاعتهم. فجاه كده تغييرات ملهاش اي لازمه، تطلع الناس كانت منشطه الملعب وعامله خطوره طول ال90 دقيقه، بتطلع بتنزل ناس تانية، بيركب النجم الساحلي الماتش. وزي ما قلت هدف جه، ويعني بياخد 3 نقاط النجم الساحلي، وانا شايف ان هم مش هياخدوا غير ال3 نقاط دول في المجموعه. ان انت ال3 ماتشات اللي جايين للنجم الساحلي كلهم بره ارضه. يعني الفريق اللي كسبه 2-0 في رادس هو طالع له بره هيخسر، رايح للهلال السوداني الماتش القادم برضه بره ارضه. ان شاء الله الهلال السوداني قادر على الفوز. بعدين عندك الترجي التونسي هيلاعب النجم الساحلي في رادس، وده برضه الماتش ده بيتحسب يعني، ولو كان لنادي النجم الساحلي ولكن هيتحسب له ان هو يعني برضه للترجي على ارض الترجي، والترجي قوي. فانت النهارده المجموعه دي يعني معقده، وهنا الصعود مش هيجي غير بالقوه. الصعود مش هيجي غير بالقوه، وهيجي بالعافيه. وان شاء الله لعيبه الهلال السوداني قادرين على الصعود باذن الله. وانا بقول ان سيد البلد قادر ان شاء الله الماتش القادم ان هو يكسب وياخد ان شاء الله 3 نقاط ويبقى عنده 6. وبرضه الماتش اللي بعديه هيبقى على ارضه قادر برضه ان هو يكسبه ان شاء الله ويوصل للنقطه 9، وباذن الله هيصعد للمجموعه، وهيبقى اخر ماتش مع الترجي التونسي في تونس. وانا شايف ان شاء الله يبقى ماتش الحسم والصعود باذن الله. وبقول النهارده الخساره كانت بره الملعب من المدرب لما سحب اللعيبه اللي عامله خطوره على النجم الساحلي، ولكن قدر الله ما شاء فعل. هارد لك لجماهير سيدي البلد وفريق سيدي البلد. والله لعيبه الهلال السوداني ادوا النهارده مباراه قويه، ولكن هي دي كره القدم زي ما عودتنا. مش شرط تكون قوي عشان تكسب، لا، انت مرات بتبقى قوي وتخسر. هي دي كره القدم ومتعه كره القدم. لسه في كلام كتير قوي في المجموعه دي. نتمنى بكره تعادل، ونتمنى ان شاء الله باذن الله النتائج كلها تصب في صالح الهلال السوداني عشان يصعد الى الادوار الاقصائيه باذن الله. هارد لك لجماهير الهلال السوداني، مبروك للنجم الساحلي وجماهيره الفوز النهارده. ان شاء الله الماتش القادم الهلال قادر على الفوز.